نجحتنا القدرة، نجحنا الخالق بما أتانا، وقدرتنا اللي الله سبحانه وتعالى قدرنا. بثوب العز حلاها وعيونها للسما ترقب نوايدها، على دروب الفخر والنور علاها، بطموحها اليوم هي تكتب عوايدها. ومن يوم زايد بثوب العز حلاها وعيونها للسما ترقب نوايدها، على دروب الفخر والنور علاها، بطموحها اليوم هي تكتب عوايدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم أمين إداري برنامج اليوستار، أقدم أحر التهاني والتبريكات للشعب الإماراتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي، وأشكر أختي الغيم أيضا بهذه البادرة الطيبة، ربنا يوفقها ويسعدها إن شاء الله. مشكورين شباب، والله يسعدكم كاملين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله بالجميع، حياكم الله. معكم أختكم شهد القلوب باسمي وباسم إدارة اليوستار وباسم فريق شهد القلوب. أبارك للشعب الإماراتي وللأمة العربية العيد الوطني الإماراتي، كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله السنة هذه تكون سنة خير وازدهار أكثر من السنوات اللي قبل. أحلى شعب، الله يسعدكم ويحفظكم، ومبروك عليكم العيد الوطني. على جبين الفضاء بالعزم ولاها، وبهمة رجالها لبست قلايدها، ربي وهبنا بلد واليوم خلاها تتسيد قلوب خلقه في جدايدها. يا إماراتي ويا نبض الوريد، ما توصيك القصايد والنشيد، لك علينا حق ما نعرف مداه، لك وداد كل يوم في فؤادي يزيد. كل عام والإمارات دولتنا بخير وعز وأمان، ومبروك عليكم وعلينا عيد إماراتنا. أخوانكم رومليا. 7 الإمارات هي عجايب الدنيا، دار سماها بخور وقاعها عنبر، مكارم أهل الشموخ من الألف للياء، تاريخ ميلادها 2 ديسمبر. يتقدم روم دار الفلاحي بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة. كل عام ووطننا الإمارات الحبيب بكل خير وسلام، كل عام وأمجادك يا إمارات تعانق السماء وتحتضن السحب، كل عام والشعب الإماراتي الحبيب بكل خير، أدام الله حبنا تحت مظلة القيادة الإماراتية الرشيدة، وحفظهم الله ذخرا لنا ولهذا الوطن الشامخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أهني بلدنا الغالية، أحب أهني بلدنا دولة الإمارات بالعيد الوطني، وكل عام وبلدنا إن شاء الله بأمن وأمان، والله يرحم بانيها وجعله في الفردوس الأعلى بإذن الله، ويحفظ لنا أبو خالد
وإخوانه وكل حكام الدولة، والله يحفظنا من كل شر ويحفظ كل دولة عربية بإذن الله. أخوكم طلال من روم عرين الأسود. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني ويطيب لي في هذا اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، باسمي وباسم روم دار المحبين، أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلين الله العلي القدير أن يرعى جهود سموهم لتحقيق طموحات شعب الإمارات في المزيد من الخير والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة علينا وعليهم بموفور الصحة والعافية. كما ونهنئ شعب دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة الغالية، متمنين لهم ولوطننا المزيد من التقدم والازدهار. إن الاحتفال باليوم الوطني 51 هو مناسبة للعز والفخر بما حققته الإمارات منذ قيام دولة الاتحاد من إنجازات، حتى أصبحت في المراتب الأولى عالميا في جميع المجالات، عندما يسخر القادة المال لخدمة الشعب وتخفيف العبء. فاعلموا أن هذه البلاد بلاد مبروكة، وهي بلاد الخير والمحبة والتسامح، وكل عام وإماراتنا الحبيبة بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من هالأرض، أمي الصحراء احتضنتني رمالها وارتويت بطهرها، طعمتني تمرها فرشت لي ظلالها. لم أكن أعرف أن للذاكرة عطرا أيضا هو عطر الوطن. 51 عام مضى على قيام اتحاد إماراتي الحبيبة، وكل عام يخلد حب الوطن في قلوبنا أكثر من الذي مضى. أدام الله محبة الوطن ودام علينا نعمة الأمن والأمان، وحفظ الله ولاية أمورنا وأولياء العهود من كل شر. روم دار زايد. في كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني نتذكر بكل تقدير وإجلال الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذين اجتمعت إرادتهم على الوحدة، فكانت أقوى من كل المعوقات والتحديات، وعملوا بإخلاص من أجل وطن موحد وعزيز ينعم فيه شعبه بالأمن والطمأنينة والاستقرار، بعيدا عن طموحات المجد الذاتي أو الإيديولوجيات والشعارات البراقة. وبنوا دولة الإمارات العربية المتحدة على أسس قوية وراسخة، ليس على المستوى المادي فقط، وإنما على المستويات الاجتماعية والثقافية والحضارية أيضا. من كلمات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ولكم مني كل التقدير والعرفان. أخوكم عمور من روم تسونامي. لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طويلا حتى ينبت الخير، وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء حتى نحقق الخير لوطننا، إذ كان الله عز وجل قد من علينا بالثروة، فإن أول ما نلتزم به هو أن نوجه هذه الثروة لإصلاح البلاد ولسوق الخير إلى شعبها. إن الوطن ينتظر منا الكثير، والشعب يتطلع إلى أعمالنا. لقد أسهم الآباء في بناء هذا الوطن، وواجبنا أن نبني للأجيال القادمة وأن نواصل مسيرة الإسلاف. إن الاتحاد يعيش في نفسي وفي قلبي وأعز ما في وجودي، ولا يمكن أن أتصور في يوم من الأيام أن أسمح بالتفريط فيه أو التهاون نحو مستقبله. كلمات القائد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. فإن روم الإمارات نبارك لنا ولكم بالذكرى لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم باسمي وباسم أخواني مستخدمي برنامج اليوستار بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى إخوانهم حكام الإمارات والنواب وأولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دولتنا من كل شر، وكل عام وحكام وشعب الإمارات في خير، ويلدارنا دوم عامرة بالأفراح والسرور. أخوكم الصغير جبيرة. شكرا. الله يا دار زايد كيف محلاها، يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها، كان القمر يوم يظهر من محياها، في غاية الحسن يسلم كف بانيها. بداية أحب أقول الله يرحم الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات، وأحب أن أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة حكاما وشعبا بهذه المناسبة، مناسبة اليوم الوطني الذي يصادف 2 ديسمبر من كل عام. وأقول عسى الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ويديم الأمن والأمان لدولتنا ولجميع الدول العربية والإسلامية، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف كافة روم العرب بتلبية دعوتكم لحفل اليوم الوطني، ونشكركم جميعا على جهودكم في هذا اليوم. والآن سنلقي كلمة من كلمات المغفور لها الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. أن أكبر استثمار للأموال هو استثمار في بناء أجيال من المتعلمين والمثقفين، أن الازدهار الحقيقي لدولة الإمارات هو شبابها. لقد تعلمنا من هذا الازدهار أن نبني دولتنا من خلال التعليم والمعرفة، وأن نرعى أجيالا من الرجال والنساء للتعليم. أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، وإلى حكام دولة الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، وإلى جميع مقيمين على هذه الأرض بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. نسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الأمن والرخاء في ظل حكامنا الكرام، أن يحافظ على بلادنا من كل سوء ومكروه. تهنئة من القلب لكل مواطن ومقيم في هذه الإمارات، وهذا اليوم العظيم الذي نحتفل فيه 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة. أخوكم حمدان من روم الداعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روم العرش دولتنا الحبيبة الإمارات، أرفع اسم الآيات التهاني والتبريكات بمناسبة يوم الوطن الإماراتي إلى شيوخنا وحكامنا وشعبنا الرشيد، وإلى كل من يعيش في هذه الأرض الطيبة، وأنه يديم عليكم الصحة والعافية، وأسأل الله يرفع مقامكم بين الأمم ويحفظكم ويحفظ دولتنا الحبيبة الإمارات بالأمن والأمان والسلام، وكل عام الإمارات بألف خير. من أخوكم الصغير شقر دادي.
اليوم نحتفل بالإنجازات العظيمة التي حققتها دولة لا مستحيل، دولة صنعت المجد والعطاء، دولة أكرمت صغيرها قبل كبيرها، دولة المحبة والسلام، دولة فتحت أياديها السخية للقريب والبعيد. نعم، هي دولة الإمارات العربية المتحدة، وبكل فخر وانتماء نصرخ للعالم: نحن أبناء زايد، نحن الإمارات، ولا يسعنا إلا أن نشكر الله المولى عز وجل على أعظم نعمة علينا، فالشكر والحمد على نعمة وطننا الإمارات. كل عام وإماراتنا وشيوخنا وشعبنا بألف خير. من روم كسرة عود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبينا نبارك بهالفرحة لدولتنا الحبيبة، فرحة عيد الاتحاد 2 ديسمبر من كل عام لدولة الإمارات العربية المتحدة. والله يغفر الباني مؤسس هذه الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل هيان، ويرحم الشيخ خليفة بن زايد، والله يحفظ ويطول في عمر الشيخ محمد بن زايد ويخلي لنا حكامنا. هذه التهنئة من أخوكم محمد من روم ديسيس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لإخواني وأخواتي في جميع الهاشتاج الإماراتي، وبالأخص في روم الغيم. شكرا لكم على إتاحة الفرصة لي كي أعبر عن فرحتي بهذا المناسبة العزيزة إلى قلبي بعيد الاتحاد 51 المجيد. تربطنا علاقات وطيدة وأسرية عميقة منذ زمان بعيد، وتاريخنا واحد، والأجمل أن تراثنا واحد. وأنا شخصيا تربطني بدولة الإمارات علاقة أسرية جميلة جدا كأصحاب وأهل وأعمال بمختلف الإمارة. احتفلنا قبل أيام بسيطة بقدوم الشيخ محمد بن زايد إلى بلاده الثاني سلطنة عمان لزيارة أخيه مولانا السلطان هيثم أبقاهم الله، وكم كانت فرحة عارمة في شوارع مسقط باستقبال دولة. لا أود أن أطيل عليكم، ولكن أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وأن يحفظ ربي شيوخ دولة الإمارات من ساروا على نهج زايد رحمة الله عليه، وربي يعودها عليكم أعوام مديدة وعديدة إن شاء الله. وكل عام ودولة الإمارات حكومة وشعبا بألف خير. تحياتي لكم، أخوكم الساحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهني دولة الإمارات العربية المتحدة شعبا وحكومة بيوم الوطن 51. كل عام والإمارات بألف خير، ودامت الإمارات في أمن ورخاء واستقرار. من روم أهل الباطنة بقيادة روح الرئيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم وجميع الحضور، كل باسمه وكل بقدره وكل بمكانته. لا يسعنا إلا في هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم المعطاء، أن نهني دارا كريمة بكرم أهلها، معطاءة بعطاء أهلها، دارا كلنا لها وهي لنا. الله يحفظ إماراتنا واتحادها بشيوخها وبشيخاتها وبأبنائها الأعزاء البارين، ونقول لهم الله لا يغير عليكم، وعسى داركم عامرة دائما بالأفراح، وعساها تزين من أكثر لا أكثر. أخوكم أحمد. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة روم مملكة الأسطورة جميعا، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كافة داخل الوطن العزيز وخارجه، بمناسبة عيد الاتحاد 51. وبهذه المناسبة الجليلة سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على صاحب سموكم وهو يرفل بثوب الصحة والعافية والعمر المديد، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق باليمن والخير والبركات،
وأن يحفظ دولتكم ويديم عليها نعمة الأمن والأمان. كما إننا مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يديم صاحب سموكم لهذا الوطن الغالي قائدا مظفرا محفوفا برعايته وتوفيقه الدائم، وكل عام ودولتكم حكومة وشعبا بألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الشعب الإماراتي الشقيق، أبارك لكم الذكرى 51. عاد عيدكم لبلدكم، ويسعدني أن أشارككم سعادتكم وأفراحكم بأيامكم المجيدة. أهنئ الإمارات قيادة وشعبا بمناسبة العيد الوطني الإماراتي، راجية من الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويديم عليكم لباس الصحة والعافية. لكم نيابة من المملكة المغربية مني أنا كل المحبة والتمنيات لكم بدوام العزة والتقدم والنماء. دمتم برعاية الله قيادة وشعبا، وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحب أبارك وأهني إخواتنا من شعب الإمارات بالعيد الوطني، وأقول لهم كلمة مختصرة: جعل الله دايما دولة الإمارات ظاهرة مستقلة في أمن وأمان ورخاء، وجعل أيام جعل دايما فيها تقدم وازدهار. وألف مبروك بالعيد الوطني، وإن شاء الله نتمنى لكم دايما تقدم وازدهار ورخاء. كان معكم منر رومي الزعيم. حب الوطن فرض وعبادة، ولاء وانتماء، وخير دليل على العرفان بالجميل. إن يوم الإمارات المجيد ليس يوما للاحتفال، إنما مساحة شائعة لتلقي أرواحنا فرحة وتتواصل أجيالنا فخرا. من رمكاس ثلجتين نهنئ شعب الإمارات، أمراء وشيوخ وحكومة وأرضا وشيوخا وأطفالا بهذا اليوم الجميل. يوم وطني جميل لهم، يوم وطني فاخر بالاعتزاز، يوم وطني مليء بالحب والسعادة. كل عام وأنتي بخير يا إمارات. رمكاس ثلجتين تهنئ الإمارات وشعبها باليوم الوطني الجميل. خمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي وباسم ملتقى الكربون والشعب المغربي، أبارك لشعب الإمارات ذكرى اليوم الوطني 51 الذي يهل عليهم ليزيدهم فرحا وسرورا وفخرا لدولة الإمارات التي تتابع مسيرتها التاريخية لتكون الأولى بين الأمم، وليبقى علمها مرفوعا بإذن الله تعالى على مر السنين، وبأيدي شعبها اللهم أدم عليهم نعمة الأمن والأمان والسلام، ودمتم شعبا ويدا واحدة كل عام وشعب الإمارات خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم بلدي المغرب واسم رومي ملتقى اليوستار، أتقدم بتهنئة مليئة بالعطر والحروف الجميلة خاصة بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي لجميع أهل الإمارات العربية المتحدة. كل عام والشعب الإماراتي بألف خير بمناسبة هذا اليوم، وإن شاء الله أعوامكم مديدة والاستقرار والازدهار والأمن والأمان. شغف. هذه الإمارات ثوب العز حلاها، وعيال زايد تفاخر باسم زايدها. دنيا زايد ثوب العز